نداء يا جماعة لوزير الشباب والرياضة، وعايز كل الناس تعمل مشاركة للفيديو يا جماعة. نداء للوزير أشرف صبحي، يا جماعة انتوا خليتوا ماتش الهلال السوداني وماتش الرجاء وماتش الترجي 50,000 متفرج جايين في نهائي أفريقيا اللي الأهلي بيلعب في وسط جمهوره وفي أرضنا في مصر، وعايزين تخلوه 20,000 متفرج. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش. ده الوداد بيقول لك اللي تذاكر مباراته في المغرب الاستاد هيكون مليان على اخره، نيجي احنا هنا نحط 20,000 متفرج؟ ده ما يرضيش ربنا، ده ما يرضيش ربنا. انتوا ساعة ماتش الزمالك واسوان يا جماعة عملتوا قطر مخصوص على حساب الشباب والرياضة لجمهور نادي الزمالك يسافر بيه بلد تبعد عننا 8 ساعات، اسوان، بالقطر مجانا. احنا ما بنقولش لجمهور الاهلي هيحضر مجانا، احنا بنقول نكتر عدد الجمهور، نملى الاستاد زينا زي الوداد يا جماعه، زي الوداد. ما ينفعش الاهلي هنا يلعب في استاد القاهره اللي بيشيل اكتر من 60,000 متفرج وسط 20,000 متفرج. الوداد هيحس ان الملعب فاضي يا جماعه، الوداد هيحس ان الملعب فاضي. احنا نفسنا الاستاد يتملي، ده نهائي افريقيا، عرس الكره الافريقيه والعالم كله بيشاهده. ما ينفعش العالم كله يا جماعه بيشوفوا المباراه بتاعتنا اللي بتتلعب على ارضنا، مصر العظيمه، مصر الامن والامان. احنا عندنا الحمد لله الداخليه والجيش يقدروا يحموا كاس عالم، مش مباراه نهائي افريقيا. فاحنا بنطالب بتدخل وزير الشباب والرياضه الوزير اشرف صبحي لحل القصه دي، عشان القصه دي يا جماعه في وزاره الشباب والرياضه الامن بتاعنا بخير، ووزاره الداخليه والجيش المصري بخير، يقدروا يحموا المباراه ويطلعوا بها لبر الامان زي ما حموا المباراه في ماتش الرجاء والترجي والهلال السوداني اللي كان في الاستاد 50,000 متفرج يا جماعه، والناس حيت الجيش والشرطه، لان كلنا مصريين وكلنا واحد وكلنا بنحب بلدنا. فاحنا بنطالب من دلوقتي اللي الاستاد يكون مليان زينا زي الوداد المغربي اللي جمهوره قال لك احنا هنملي الاستاد، واداره الاتحاد المغربي اعلنت ان الاستاد هيكون كامل العدد. احنا مش اقل من حد، مصر مش اقل من حد يا جماعه، لازم زينا زي الفريق المنافس، لان العالم كله بيتفرج والنادي الاهلي كبير، العالم كله يعرف النادي الاهلي، انديه العالم كلها تعرف النادي الاهلي، فاحنا مش اقل من اي حد يا جماعه. فبعد اذنكم عايزين المساواه وعايزين العدل زينا زي اي فريق بره، ان الاهلي يلعب كامل العدد بجمهوره، وان شاء الله جمهور الاهلي هو اللي بيصنع الفارق مع 11 راجل في الملعب. جمهور الاهلي يا جماعه هو اللي بيصنع الفارق. فبعد اذنكم عايزين موافقه امنيه من وزاره الشباب والرياضه ان الاهلي يلعب بالاستاد كامل، او 50,000 متفرج زي ما احنا متعودين في الماتشات اللي فاتت. اكون 20,000 متفرج دي قليله جدا يا جماعه، قليله جدا. هنحس ان لعيبه الاهلي هتحس ان الملعب فاضي عليها يا جماعه، هتحس ان الملعب فاضي عليها. فبعد اذنكم احنا عايزين موافقه ب 50,000 متفرج على الاقل. يا ريت كل الناس تعمل مشاركه للفيديو ده عشان صوتنا يوصل. المباراه بقى عليها 4 ايام يا جماعه، 4 ايام، وان شاء الله الاهلي يفرحنا، وان شاء الله هيحضر 50,000 متفرج عشان يساندوا النادي الاهلي وياخد بطوله افريقيا ويروح لكاس العالم للانديه زي ما هو معودنا. واحنا عندنا الداخليه بخير والجيش بخير، وبنشكر كل المسؤولين اللي بيساهموا معانا وبيوصلوا صوتنا، اللي صوتنا يوصل للمسؤولين عشان يفتحوا الاستاد بالتذاكر. احنا ما بنقولش ببلاش، بالتذاكر بس نقف جنب النادي الاهلي، النادي اللي بيفرح مصر، النادي اللي سبب في سمعة مصر، النادي الاهلي يا جماعه. فكلنا لازم نكون في ظهر الاهلي، وهنقول له برضو كلنا افريقيا يا اهلي، وان شاء الله نقول لجمهور مصر وجمهور الاهلي وراك يا اهلي.